منافسة حزب مصر القومي، فقاموا بإطلاق الشائعات بعد أن أجمع أهالي مدينة بلقاس على أن هذا هو أكبر مؤتمر انتخابي في تاريخ مدينة بلقاس. فالأحقاد بدأت تتحرك، وخاصة أن هناك بعض المرشحين على بعض القوائم كانوا لا يتصورون ذلك، ولكنهم ليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بهذه الإشاعات، إنما الذي أطلق هذه الشائعات هي مجموعة 6 إبريل التي علمت أنها سيكون هناك مؤتمرا لحزب مصر القومي، خاصة أن أنا كنت من فترة أعلنت عن حقيقة فتاة استضافها أحد المذيعين في أحد القنوات الفضائية التي تعمل على تدمير الوطن، وكشفت حقيقة هذا الموضوع، وكان خلف هذا الموضوع هذه المجموعة من الشباب الذين فشلت المسرحية اللي هم كانوا عايزين يعملوها، فطبعا أفشلت لهم هذه المسرحية. حقيقة مجموعة شباب من 6 إبريل مع لا تتعدى 6 أفراد استدعوا عدد من شباب 6 إبريل من محافظات مختلفة، وليس من أبناء مدينة بلقاس ولا علاقة لمدينة بلقاس به، وحاولوا التحرش بأحد الفتيات في فريق العمل في قناة الفرعين، مما أثار حفيظة أهالي المدينة، وكان ذلك عقد انتهاء المؤتمر. فقام عدد من أبناء المدينة الذين انتفضت الدماء في عروقهم، وقاموا بنهر هؤلاء الأغراب الذين ليسوا من مدينة بلقاس، وإنما جاءوا في ضيافة حوالي 6 من أبناء المدينة، ومعهم أيضا 6 اللي هم أبناء المدينة، وقاموا بنهرهم. فتطور الأمر مما أدى إلى أن أهالي بلقاس قاموا بحماية المراسلة، وانتهى الموضوع. الحقيقة أنا فوجئت، وبعد كده أنا غادرت المكان متجها إلى منزل أحد العائلات في مدينة بلقاس، حيث كان هناك إعداد للعشاء. فأنا موجود النهاردة في مدينة بلقاس منذ العصر، حيث تناولنا الغداء عند إحدى العائلات، وكان هناك اتفاق آخر أن نتناول العشاء عند عائلة أخرى، وقد تم ذلك بالفعل وانتهى الموضوع. وجيت إلى مقر الانتخابي في قريتي ميت الكرماء التي هي تابعة لدائرة نبروه، ضمن مكونات الدائرة الأولى في محافظة الدقهلية. الحقيقة عندما وصلت إلى مقر الانتخابي فوجئت بأن هناك وسائل مواقع على الإنترنت يقولون أنني احتجزت في مدينة بلقاس، وهذا عاري تماما من الصحة. وما لبثت أن إحدى القنوات التي كما ذكرت ما بين أن تفتح أبوابها أيام ثم تغلق أبوابها أيام أخرى، وخاصة أن مالك هذه القناة له حزب اسمه حزب مصر الحديثة بينافسنا في الانتخابات في هذه الدائرة، فأرادوا أن يروجوا لهذه الشائعة، ربما تحصل قائمتهم على بعض الأصوات. الحقيقة يعني أنا ما كنتش أتخيل أن ممكن يبقى في إعلام بينشر شائعات غير صحيحة. الأمر ما فيش فيه أي شيء، مما أدى إلى أن السيد اللواء وقاموا بعمل مداخلة مع السيد اللواء مدير أمن الدقهلية، الذي قال لهم يعني الراجل فوجئ بالمداخلة، بيقولوا له توفيق عكاشة محتجز في مدينة بلقاس. قال لهم في محتجز في مدينة بلقاس فيه؟ توفيق عكاشة كان موجود في مدينة بلقاس وعقد مؤتمره الانتخابي وانتهى، وتناول العشاء عند إحدى العائلات وغادر المكان، وهو ده
خط السير اللي احنا وصل لنا من خلال الحملة، من خلال القائمين على الحملة الانتخابية بتاعته. واحنا اول مرة، يعني الراجل مدير الامن كان لاول مرة يسمع الكلام من مذيع هذه القناة. وايضا شبكة، علمت ان شبكة من الشبكات التي تعمل لحساب جماعة الاخوان المسلمين ايضا قامت بنشر هذا الموضوع. عملية انتخابية لا يوجد فيها اي شيء. بكرة حضراتكم لو بتسمعوني دلوقتي وهتشاهدوا برنامج مصر اليوم بكرة، هتشوفوا المؤتمر متصور صوت وصورة، وجماهير وصفها ابناء مدينة بلقاس بانها اكبر حشد لجماهير في مؤتمر شهدته بلقاس في 50 سنة الاخيرة في انتخابات البرلمان. حقيقة احنا نتكلم بالصوت والصورة. لو هم عندهم صوت وصورة على الكلام اللي هم بيقولوه يا ريت يبقوا يطلعوه، علشان بس الناس تعرف ان ترويج الاشاعات ليس له اقدام وانما ينهار على الحقائق. انا بشكركم اعزائي المشاهدين، وكان لابد ان انا اعمل مداخلة على الهواء لكي اؤكد عدد من النقاط. اولا ان مدينة بلقاس تحمل شعبا من اكثر الشعوب ادبا واحتراما واخلاقا، ولا يقدم اطلاقا على فعل مثل هذه الشائعات. شعب مدينة بلقاس استقبلني وحملني على الاعناق وودعني ايضا بكل الحب، وقضيت النهاردة في بلقاس ما يقرب من 5 ساعات او اكتر، ابتداء من بعد اذان، يعني من قبل اذان المغرب بشوية وحتى ساعات، حتى من حوالي ساعة كده غادرت بلقاس او ساعة ونص تقريبا قبل ما مدير الامن يعمل المداخلة بحوالي 10 دقايق. كنت انا مداخلة مع القناة اياها، كنت انا غادرت بلقاس وكنت في طريقي الى مقري الانتخابي بقريتي. حقيقة بكرة ان شاء الله سنستكمل الحملة الانتخابية بعدد من المؤتمرات تنتهي في يوم الصمت، بداية يوم الصمت. يعني انا بقول للاحزاب المتنافسة اللي كانت خلف هذه الشائعات، انتم اخطأتم في حق اهالي مدينة بلقاس، فهم لم يحدث منهم هذا الامر اطلاقا، وان الموضوع لم يتخطى معاتبة بين الفلاحين نظرا لمحاولة التحرش باحدى الفتيات اعضاء فريق العمل، وانتهى الامر على ذلك. واستكملنا باقي البرنامج بتناول العشاء، فتقريبا الموضوع وصل عندكم باحتجاز. عموما بعد كده هنبقى نعلن ان احنا هنخلص المؤتمر في البلد الفلانية وهنروح نتعشى عند فلان وهنقعد عنده ساعة او نص ساعة، علشان لو زدنا عن الوقت ده وبتقولوا ان هم احتجزونا. انا بشكركم اعزائي المشاهدين، وبكرة ان شاء الله في حلقة بكرة هتشوفوا بالصوت والصورة الجماهير ابناء مدينة بلقاس التي يعني اشكرها عظيم الشكر على احتشادها الغفير، وكما استقبلتني بالحب ايضا ودعتني بالحب، ولم يحدث كل هذا الكلام. وبقول حرام عليكم، عيب يا وسائل اعلام مصر توصلوا الشائعات الكاذبة الى هذا الحد. شكرا اعزائي المشاهدين.